ازاي عرفت احافظ على شعري من البحر؟ لا وكمان كنت كاويه شعري قبل ما اروح، بس الحمد لله هو زي الفل، والترطيب واللمعه تمام. زيت جوز الهند يا ولاد، زيت جوز الهند بجد خطير. عارفين يعني ايه حد يكون كاوي شعره وينزل بيه البحر وهو مكوي؟ يعني حتى ما لحقتش اغسله قبل ما انزل. مستوعبين فكره ان هو مكوي يتعرض لميه بحر بدل حتى ما يتعرض لميه عذبه؟ بامانه ربنا انا رايحه وانا عارفه اني هرجع اقول انا لازم اقص شعري عشان اكيد اتقصف واتبهدل وجف ونشف ومفيش منه امل. بس كالعاده انا قبل اي نزوله بحر او بسين لازم اوزع زيت جوز الهند ونغنغه بكميه في شعري كله من الاول للاخر. ولانه زيت مش بيختلط بالميه فبيعمل زي طبقه على الشعرايه بيخليها ما تمتصش اي ميه. وزيت جوز الهند من الزيوت البنتريتنج اللي بتقدر تخترق الشعرايه وتملى مساماتها، ده غير ان هو بيساعد على عدم فقد بروتينات الشعر بسبب الحر والرطوبه وميه البحر. مش اي زيت يتقال عليه ان هو زيت جوز هند طبيعي، اضمن لكم بتاع سحر الزيوت 100% خطير.